سلام كيف العادة، كيف بقيتو مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير في أحسن الأحوال بصحة جيدة. فيديو كله حماس كما كيعجبكم وطاقة إيجابية. نتمنى من الله ما تزابطوا حتى شي لقطة وتخليوه كامل يدوز زوين صراحة الله ما مملش فيه بزاف د الحوايج متنوعين. كنحاول ما أمكن ما نديرلكمش الفيديو يكون بنفس الحاجة نوّع. البارح ما حطيتش معاكم لأن كانت الشتا والدنيا مزقزقة كما قال هذاك وما فيا ما نصور والملل. واليوم جيتكم بفيديو جديد متنوع كما قال هذاك. نتمنى من ديروا لايك وبارطاج وابوني اللي ما ابونيش معايا وديروا دعم للفيديو وشكرا لكم بزاف على المتابعه ديالكم. دابا خطاكم تما راني درت 2 كيلو ديال الطحين غربلتها كما شفتوا. درت درهم د الخميره ودرت شويه د المليحه. انا كندير كلشي خطره ودرت درهم ديال ودرت شويه السكر كندير درهم السكر المدافي. ها انتم غتشوفوا في التالي كيفاش كتجي العجينه ديالي كتجي تبارك الله ما شاء الله بحال السفنج ما كنت ما كنتعذب معاها كنرونها على ما كنجمع الخليط. كنعطيها واحد البنيه وركله كما قال هذاك هكاك وكنجمعها بالزويته كنغطيها ونخليها. ما كاين لا عذاب لا والو الحمد لله. كنت كنعقل على راسي كتوقف عليا امي دلك الخبز برد كاين الخبز. حتى قلبي معنا كنت باقا صغيره قلبي كيبقى يرجف. المهم دابا ملي جربتها واحد المره كنت مزروبه جربتها غير ونتها وخليتها كنت كنقول غتجي هاد النهار الخبز حالتها ثقيله وما زويناش. واللي كنت كندلك وكنخليها قاصحه هي اللي كانت كتجي ثقيله وحالتها ما هذه كتجي بحال مع تبارك الله ما كتسدلكش وكتجي خفيفه كتجي بحال البونج. ايوا اللي كيدلك ويضرب تماره يولي يدير بحال اختو خديجه وما غاديش وغيجي يشكرني بالكومونتيرات. اليوم الثاني في شعبان الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر يا رب توصلنا الى رمضان ان شاء الله بالصحه والهنا وراحه البال. ويدخل علينا ان شاء الله سيدنا رمضان بكل راحه البال وطاقه ايجابيه ان شاء الله يا ربي باش نلقاو الجهد باش نصوموا. وراكم عارفين تبارك الله ما شاء الله رمضان راه فيه شويه تماره والشقه خص الواحد يكون مزيان فيه المصاريف والشقه وتماره. ولكن هادشي كنديرو حنا راسنا يعني رمضان معروف بالصيام والعباده ماشي معروف غير الشهوه النفس اللي يسمح لنا وصافي كنبداو نخربقوا حتى واحد حنا ما كنصوبوش شي حاجه الحمد لله حتى حاجه ما كتضيع حتى حاجه ما كتلاح. اللي كنصوبو كناكلو الحمد لله يا ربي. وهذا ما كتسمى كيما شكرات لازبيته انا غطيتها انا غنغسل يديات يا اختي. ها انت المراه دافي باش كتغسل ما كتبقاش تما مكزطه مع هاد الايام تبارك الله ما شاء الله في فصل البرد. هنا راني كوات ما بارطاجيتش معاكم تبارك واش تبارك الله كيعرف. انا راني كنقرص الخبيزات الولاجيش انا كنقرص درت تبارك الله ما شاء الله 6 كيدوزو اليومين حتى 3 ايام بحال دابا 3 ايام الا درنا في الصباح حريشه درنا البيضيات جبنا عاد شي تخربق البيضي كيبقى لنا الخبز الا ولينا معتمدين على الخبز في الصباح وفي الغداء وفي العشاء كدوز ليا يومين. ايوا الحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد. يا بطنا بس الصحه باش نقدروا نوقفوا الخدمه شغالنا حيت راه ما كاينش اللي يخدموا لك ما كاينش اللي يعقل عليك. اي والله وما احد كلمه تفرق و كيقولها حكى لك تفرق اصابع الكرمشك ما عرفت المهم ما عرفتش كيف كيقولها قولوا لي المثل في الكومونتير. ايوا هذا كان غادي تجهزوا شي بيس كديروا شي صفوف. بالنسبه لواحد الاخت قالت لي اختي الصفوف من دابا اول حاجه باش ما يغلاش وثاني حاجه انا راني بحال دقه غنمشي يعني نهار تخمرت العجينه وهنا ديالها راني انا كنخبز جيت الخبيزه الخبيز طابت تبارك الله ما شاء الله. الله على خبيزتي الله هي تقولي بنتي بابا كنعرفها واخا حبيبه كتعجبك يا بابا. انا دايره الخبز عاد كتحمر الخبيزات راهم طابولي وهنا جبت الطحين باش نحمرو مور الخبز. بقاو معايا تنحمر معكم الطحين ديال الصفوف ان شاء الله كما قلت لكم غير دقه واخا حبيبه دقه نصور معكم الصفوف ديالي كامل ان شاء الله. شوفوا تبارك الله الخبز ديالي شوفوا تبارك الله شوفوا بحال الشهد ما شاء الله الله يعطينا الصحه. شوف شدي لا سدي الفران ندير هنا واحد شويه القهوه تسخن باش نتنشوى كما كتشوفوا درت الطحين ديالي في الطبسيل. كاين اللي كيبغي يحمرو في الكوكوط كاين اللي كيحمرو في الطبسيل نحمرو في الطبسيل نحيدو عليا. انا جبت 2 كيلو ديال الطحين باقي غنزيد كيلو حيت انا دايره 5 كيلو ديال القومه درت 3 كيلو ديال الطحين وما عرفتش واش خصني نزيد الطحين ولا ما خصنيش نزيد ما عرفتش. المهم دابا غندير الطحين في الفران ما غاديش نغفل عليه كاع باش ما يتحرقش. نبقى نحرك دابا ما يدوز المهمه بنجاح ولكن غتكون ديك الساعه ساليت مي غنبارطاجي معكم فيديو هكا غنبقى نجبدو هكا بالفوطو نبقى ندوز يدي ندوز خصنيش كاع نغفل عليه باش ما يتحرقش. الا تحرق صافي ما بقى طحين. نبارطاجي معكم ان شاء الله النتيجه ما تصابيش. هاين اختي وانا على الحداقه وخليته يبرد. هنا في الكاميرا ما عرف علاش كيبان بيض
راه مكركب ولكن ما كيتغربل، ما كيبقى فيه والو. شوفوا تبارك الله اللوين ما شاء الله، راه لوين غزال. راني جربته راه قهوي. خلط نحرق 2 كيلو، باقي نحرق كيلو ولا 2 كيلو واحده اخرى على حسب القياس اللي غنزيد ان شاء الله باذن الله. اختي الوصفه اللي خديت غنبارطاجيه معاك. قولي لي كي جا زوين ما شاء الله. السطيل اللي خديت اعتبره كبير، راه ما ندير فيه دابا كما يتسالى الصفوف. يجي العيد كبير ولا شي حاجه عاود بغينا نديرو فيه دوازاتاي، المهم شحال من حاجه كيتحتاج هذا. هذا كيبقى غير كيبقى مخبى غير العواشر، بحال دابا هكا رمضان ولا العيد الكبير ولا العيد الصغير. المهم على حسب العواشر، هذا كيبقى غير العواشر نخليوه ما نستعملوش شي حاجه واحده اخرى. حتى حاجه ما رخيصه، راه داير ب 25 درهم، قولوا ب 460، يعني ناقص 2 درهم على 25 درهم. والله حتى شي حاجه ما ساهله. وهنا ارجو ما يسا كيديروا لي بيتيت، كيديروا الشغال. ايوا يلا نضنا في الصباح ما بغاوش ياكلوا لي البيض، طلع لهم في راسهم. بغيت نبارطاجي معاكم، قريت لهم البيض راه مرونه ما تديوش عليها. نتوما راه ما بغاوش ياكلوه. قلت شنو ندير نوض ندير لهم، بدل لهم عاود شويه من غير البيض، ندير لهم كيك. راكم عارفين الدراري الصغار كيملوا من نفس الحاجه. راه هذاك السطر كتهرس ولين مسيخيطه. صافي هذا غنحيدو من الطريق حتى كما قلت لكم ان شاء الله باذن الله نغربلو. نزيد نحرق شي 2 كيلو واحده اخرى، ونزيد نشري كاوكاو، وعاد ديك الساعه نخلط كلشي ان شاء الله باذن الله. وديك الساعه غيبقى غير التخلط ديال الزيت حتى يقرب. المهم نتوما غيبقاو معايا، دني راه مرونه. قلت نسبق كي كندفعها الفران وعاد نجمع. هادو خمارات اللي عطات لنا السيده من برا، ليلى الله يعطيها صحتها، ولا ليلى الله يعطيها صحتها ويفرجيها عليها ربي ويسهل عليها، ولا نعيمه. انا كيتعطوا لي الاسماء ديالهم، ما عرفتش شكون بالضبط. المهم هنا طحنت المنداري، درت نص كيلو د المنداري كامل شريته، جا كيتباع هنايا رخيص. ها نتوما طحنته. دابا غادي نزيد البيض، 4 البيضات. المهم انا نبارطاجي معاكم. هنا راه غندوب كاس ديال السكر كراميل، وهنا غنخلط البيض وداك الشيء. بعد الكراميل دابا ما غندير واش كي ولا نزيدو عليه واحد شويه الماء. هاي هكا ما تخلعيش منه حيت ضروري. ها دابا غيتسلق، كنخلط الخلط ونرجع معاكم. ما يتسلق هنا راني دهنت المول. هنا درت 4 البيضات وكاس السكر وكاس الزيت، شويه الملحه وخماره الفاني. زيد هادشي على هادشي، وغنغسلها شويه باش نهرمش فيها واحد شويه كاوكاو، حيت غنديرها بالكراميل وكاوكاو ان شاء الله والمنداري. تبعوا الطريقه والهلا يحاشم. بعد الكراميل ما وجد غنديرو هو الحسانه. شويه تحرق ليا اخوتي الكراميل، ما ندابش عليكم، انا نقول لكم اللي كاين. الكراميل شوفوا كيفاش ولا. هذا كاوكاو ديالنا من بعد ما تهرمش، ولكن مغاديش مضر. هادي كيكه يسيره ان شاء الله باذن الله. شويه نديرو في الوسط. ايوا صافي. دابا غنخلط هادشي كامل بالطراب. ايوا نديرو خمارات 2 بقياس 15 غرام. ايوا نرجع معاكم. وصافي ديالي من بعد ما ساليتها نطلب من الله ربي الحبيب تصدق، نديروها كما نضربو باش الهواء يدخل بعضياتها. شوفوا الدنيا كي دايره. دابا غنحشيها في الفران داك براكه. غنشوفوا الدنيا كيفاش غترجع. جاء من بعد ما غسلت المجار كامل من الفوق حتى لتحت بديتو جابير. غسلت الفرن وغسلت داك الماعن كاملين اللي كتشوفوا. غسلت الفرن مزيان وحكيته. اي والله يعطيني الصحه. والكيكه شوفوا لصقت ليا مع درت الكراميل بزاف. شدت ليا هانتوما شوفوا هاد الدجاجيه كتحمق ما شاء الله، جاي فيها واحد المذاق خيالي. ولكن هاد الجهه هادي لصقت ليا مع الطاسه، ولكن ماشي مشكل. المهم المذاق جاي فن وطالعه تبارك الله ما شاء الله. هانتوما طالعه جايه غزاله. هانتوما ما شاء الله تبارك الله. ولكن لصقت ليا غير في هاد الجويه هادي، ما عرفتش صراحه ديفو مناش، والله ما عرفت واش ما دهنتش ديك الجهه مزيان. ولكن انا هاد الجهه كانت شدت لي حيت الفران عندي واحد الجهه كيشد. ها نتوما شوف شتي من هاد الجهه هادي شد. ايوا صافي خرجت لي هكا شتوها. ايوا هذا ما كان. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو، تقبلوا عليا تعجبكم الكيكه ديالو، تتبعوا معايا الفيديو في الاول حتى الاخر، وديروا ابوني ولايك كيف العاده. وشوف راني زعما درت لكم داكشي ديال الدريسين يا اختي ويا اختي. ويلا خليكم معايا ما تزابيوش كنحماق عليكم. مع السلامه الى فيديو مقبل. نلقاكم بصحه والعافيه وباي.